السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم طبعا في قناتي قناة كورة. طيب في الفيديو دوت هتعرف ايه؟ اول حاجة قبل ما تعرف اي حاجة كده صلي على النبي وعليه افضل الصلاة والسلام، وادعي لاخواتنا في كل مكان. وبعد كده هقول لك هتعرف معايا ايه في الفيديو ده. اول حاجة هتعرف معايا نتائج مباريات الجولة الثانية في كأس الخليج العربي. تاني حاجة هتعرف ترتيب المجموعات. تالت حاجة هتعرف ايه بقى؟ هتعرف مواعيد مباريات الجولة الثالثة. ركز معايا كده على السريع. اول حاجة نتائج مباراة الجولة الثانية. البحرين النهارده قدر يفوز على العراق بنتيجة 2-0. حرفيا البحرين بيقدم مستوى كبير جدا سواء كان في الجولة الاولى او الثانية، فالبحرين قدر يفوز في الجولتين بتوعه وبيأدي اداء مذهل صراحة يعني، والدنيا كانت زي الفل. علي جعفر النهارده قدر يحرز هدفين لمنتخب طبعا البحرين ويفوز بالمباراة، فبالتالي البحرين قدرت تفوز في الجولة الأولى والثانية. الجولة الأولى فازت على السعودية والجولة الثانية فازت على العراق، فالبحرين كده متصدر المجموعة وضمن تأهله لنص النهائي من الآخر كده. السعودية واليمن، السعودية النهارده قدرت تفوز علشان الجوير موجود معاها، ولد شاب عنده 21 سنة قدر يقدم مستوى كبير جدا جدا في الملعب. قدر يفوز بضربة جزاء، قدر يسجل ضربة جزاء، قدر يصنع هدف الفوز. صراحة يعني شاب جميل جدا، وإن شاء الله التوفيق في القادم بإذن الله. أما بالنسبة لمباراة الكويت والإمارات، فالكويت قدرت تفوز امبارح 2-1، وعمان أيضا فازت على قطر 2-1، ودي نتائج مباراة الجولة رقم 2. طيب اول حاجه ترتيب المجموعات. عندك المجموعه الاولى عمان في المركز الاول معاها 4 نقاط، والكويت في المركز الثاني نفس ال4 نقاط، والامارات وقطر في المركز الثالث والرابع. دي المجموعه الاولى. المجموعه الثانيه صعبه جدا صراحه، لان البحرين خلاص ضمنت التاهل، والسعوديه في المركز الثاني معاها 3 نقاط، والعراق في المركز الثالث معاها 3 نقاط، واليمن مش معاها ولا نقطه. طيب ايه الصعوبه؟ هقول لك الصعوبه وانا بقول لك مواعيد مباراه الجوله الثالثه. بص يا سيدي، الصعوبة في ان الجولة الثالثة العراق والسعودية هيلعبوا مع بعض، فبالتالي واحد منهم هيطلع التاني من البطولة من الاخر كده. يعني لو العراق كسبت هي اللي هتتأهل، ولو السعودية كسبت هي اللي هتتأهل، ولو هما الاتنين اتعادلوا السعودية هي اللي هتتأهل، لان السعودية معاها عدد اهداف اكتر. حلو، فما فيش اي فرصة للعراق غير انها تفوز في المباراة دي، ما قدمهاش اي حاجة. وكده كده اليمن سواء فازت في المباراة او خسرت المباراة او اتعادلت في المباراة، فالبحرين كده كده متأهلة لدور نص النهائي. كده فهمت المجموعة دي ماشية ازاي؟ يا رب يكون واضح كلامي. ده بالنسبة لمواعيد مباراة السبت. العراق ضد السعودية الساعة 4:30 بتوقيت مصر، 5:30 بتوقيت العراق والسعودية، وبرضه نفس الكلام 4:30 بتوقيت البحرين بتوقيت مصر، و5:30 بتوقيت البحرين واليمن. بالنسبة بقى لمباراة يوم الجمعة، عندك الإمارات وعمان هيلعبوا الساعة 4:30 بتوقيت مصر، الساعة 5:30 بتوقيت الإمارات، 6:30 بتوقيت عمان. بالنسبة للكويت وقطر 4:30 بتوقيت مصر، 5:30 بتوقيت الكويت وقطر. كده التوقيت على حسب الدولة اللي موجودة قدامك واللي هتلعب البطولة. اتمنى بقى تشترك في القناة، تتفاعل على الفيديو، تضغط لايك يعني، وتتابعني. كده كده هنزلك الفرق اللي اتأهلت بإذن الله يوم السبت. بإذن الله يوم السبت هتلاقيني منزلك الفرق اللي اتأهلت لنص النهائي. سلام.